بقى ايه ده صاحب اللي انت متجوزها؟ بيحكي وبيقول لنا ان دي جمله سمعتها من صاحب عمري بعد ما شاف مراتي في عزومه كبيره، ومن كسوفي خدتها وروحنا البيت. سبتها ونمت في اوضه الاطفال برغم انها اتجرحت قوي من كلام صاحبي، وانا سكت وما ردتش عليه. وتصرفي بالنسبه لي في الموقف ده كان طبيعي لاني ما بحبهاش، مجرد بنت ملامحها عاديه اتجوزتها باقل التكاليف وفي شقه صغيره جدا، والوحيده اللي قبلت بظروفي. وفي الخطوبه جبت لها يا دوب دبله، وبعد الجواز اخدت الدبله منها وبعتها. كنت بدور على نفسي بره مع بنات تانية، كانت بتشوف رسايلي معاهم وكانت بتقعد تعيط وبتسكت في الاخر عشان اخر مره واجهتني ضربتها. الحقيقه انها كانت بتهتم بيا وبتراعي ربنا فيا، كانت راضيه بشكلها وكانت كل امنيتها في الحياه بيت هادي وطفل سوي مني، بس انا حرمتها من ابسط حقوقها. ما كنتش بقول لها ولا كلمه تجبر خاطرها، ولا افتكر في مره اني عملت اي حاجه تفرحها. كانت دايما تلفت نظري وتقول لي فلان جاب لمراته ورده، فلان قال لمراته بحبك، وفلان بيخرج مراته. بس انا كنت بطنش الكلام ده، وكل ما كنت بدخل الشقه كنت بلاقيها مشغله قران ورشه معطر وعامله شعرها بطريقه حلوه وطبخه اكل انا بحبه. بس كنت كل اللي بعمله وانا باكل اقول لها الاكل حلو النهارده، تقول لي الاكل بس، اقول لها هو في حاجه تانية؟ فضلنا كده لحد ما في يوم من الايام قلت لها ما تروحي تقعدي يومين عند اهلك. ولما رجعت فجاه وبدون ما تقول لي لقيت ست معايا في الشقه. انا وقتها حسيت بصوت قلبها وهو بيتكسر مليون حته، ومن جبروتي قعدت ازعق لها واقول لها ازاي تيجي فجاه من غير ما تعرفيني. لقيتها سكتت ودخلت الاوضه وانهارت في العياط، والست اللي كانت معايا مشيت. قعدت في الصاله وانا مستغرب نفسي قوي، ازاي ابقى وحش للدرجه دي؟ ايه الجبروت اللي انا فيه ده؟ كل ده لمجرد ان شكلها عادي بالنسبه لي. دخلت الاوضه وجيت احط ايدي على كتفها لقيتها اتنفضت ومسكت ايدي وبعدتها وكانها نار لمستها. ما كنتش عارفه اقول لها ايه، بس قلت لها انا اسف وسبت الشقه ومشيت. بقيت كل يوم بشتري كل حاجه هي بتحبها وبحاول اعملها كويس قد ما اقدر وبساعدها في شغل البيت، بس كانت خلاص مطفيه، ما بقتش قادره حتى تفرح تاني، كأن قلبها مات. شدتها من ايدها وقعدتها وقلت لها اعمل ايه تاني وتفرحي؟ انا غلطت في حقك ومعترف. وبعدين هو انت مش قلتي قبل كده انك سامحتيني؟ لقيتها بتضحك بوجع وبتقول لي مين قال ان مسامحتنا لحد وكلامنا معاه بعد غلطه فينا تخلينا نرجع الود اللي بينا؟ المسامحه ده حق الله، اما رجوع المحبه حقنا احنا، والقلوب ملك لله مش ملكنا. اما التسامح ليه 1000 باب، واما الود فقد كسر بابه. كلامها نزل على قلبي يكسره مليون حته. بلعت ريقي وبصيت لملامحها اللي كانت منوره بشكل غير طبيعي. ضحكتها كانت جميله برغم كسرتها وحزنها. اول مره احس ان ملامحها هاديه وتتحب. حسيت اني عايزه افضل حاضنها وما سيبهاش ولو للحظه، بس للاسف ما بقاش ينفع. ده كان حقي وانا خسرته بنفسي. قالت كلامها ونامت وما صحيتش. ماتت اطيب حد قدم لي كل حاجه حلوه بدون مقابل. ماتت اللي حسستني ان ليا